أنا داليا الجندي. وأنا أمينة رشدي. أهلا بيكم في نست بودكاست. إحنا الاتنين أمهات وزوجات وإديوكيترز، ومن أكتر الحاجات اللي دايما بتشغلنا إننا نعرف كل حاجة تخص الأطفال والعيلة وصحتنا النفسية والجسدية. تعالوا نشوف ونسمع سوا حلقة النهاردة هتكون عن إيه. وليد جلال متحدث دولي متخصص في تنمية القدرات البشرية وعنده خبرة أكتر من 23 سنة. وليد ساعد أكتر من 25 ألف شخص في الشرق الأوسط وفي أوروبا على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم وكمان تطويرها. هو حاصل على شهادات دولية من مؤسسات عالمية زي هاث وايت انترناشونال، مانجمنت جروبن، ماكسيمم امباكت وسبنسر جونسون بارتنرز، وهو أول مدرب معتمد في مصر لأسلوب التدريب على نقاط القوة من مؤسسة جالوب. بخبرة متنوعة في مجالات المبيعات والاستشارات التسويقية مع شركات رائدة زي هنكل مصر، وليد بيقدم رؤية غنية لتطوير الإمكانيات. كمان شارك في تأسيس زدني، منظمة متخصصة في تنمية المهارات، واشتغل مع جمعيات أهلية كبيرة زي رسالة وساقية الصاوي وجمعية وطنية، وركز على اكتشاف وتطوير مواهب الشباب. تعالوا نشوف وليد هيقول إيه النهاردة عن إزاي نقدر نكتشف وننمي مواهب أولادنا. أهلا بيكم في الحلقة دي من نست بودكاست. إحنا حصل لنا مشكلة تقنية في الحلقة بعد ما صورناها بالكامل، فاضطرينا إن إحنا نعيد تصوير أجزاء من الحلقة. وعشان إحنا مؤمنين جدا بفكرة إن مفيش حاجة بيرفكت، إحنا مش بيرفكشنست، إحنا مش فكرة الكمال مش موجودة عندنا، وبالعكس إحنا مؤمنين جدا إن إحنا لما بيحصل عندنا مشاكل ممكن نطلع حاجة أحسن. فإحنا قررنا إن إحنا هنعيد تصوير جزء بس من الحلقة. ليه سيبنا الجزء التاني بدل ما نصور الحلقة كلها مع إن الجاست كانوا موافقين ما عندهمش مشكلة؟ إحنا عملنا ده عشان كان في حاجات طبيعية جدا وحقيقية جدا ومعلومات مش هينفع نطلع الجاست يمثلوها تاني وإحنا بنصورها. فقلنا إن أحسن حاجة إن إحنا عشان مصداقيتنا إن إحنا نطلع النص اللي إحنا شايفينه سليم ليكو، ونسجل الحاجات التانية اللي كانت فعلا لازم نصورها تاني عشان كانت فيها مشاكل تقنية ما كانش ينفع تطلع بيها الحلقة. بس اللي أنا متأكدة منه إن الحلقة دي بجد هتبقى ممتعة جدا، لأن هي مليانة معلومات وحقيقية جدا وهتفيدكم زي ما فادتنا احنا كمان. أعرف منين إذا كان بنتي أو ابني موهوبين في حاجة معينة أو إذا كان هم عندهم موهبة أصلا؟ هل في أطفال بتتولد ما عندهاش موهبة؟ طب لو اكتشفنا الموهبة دي هننميها إزاي؟ طب افرض إن ابني أو بنتي عندهم مواهب كتيرة جدا لا تحصر ومش عارفين نثبت على حاجة معينة، إيه اللي احنا المفروض نعمله عشان نخلي ولادنا عندهم ثقة في النفس ويكون برضو في نفس الوقت ننمي الموهبة بتاعتهم عشان نديهم أحسن فرصة في الحياة؟ النهاردة معانا وليد جلال هيحكي لنا أو هنسأله على كل الحاجات دي وهنشوف هو هيقول لنا إيه. أهلا بيك يا وليد. اهلا بك. مبسوطين جدا بيك النهارده. ازيك؟ طيب هسألك أول سؤال خالص عشان طبعا من في حتة الموهبة بالذات أعتقد مهم جدا إن احنا نركز برضو على حتة الثقة. فإيه هي الثقة؟ ماشي، أو إيه هي الثقة في النفس وإزاي ممكن ننميها في الطفل أو في البني آدم في العموم؟ طيب هو الثقة يعني باختصار شديد قوي هي ان الواحد يبقى مصدق في نفسه، يعني شايف انه عنده حاجة مش عند غيره وهو متميز فيها. لو اقتنع بده هي قناعة، يعني قصدي هي فكرة في الدماغ. لو مش موجودة هيبتدي يعمل حاجات بقى عكس الثقة دي، مثلا انه يقارن بغيره، انا فلان عنده وانا ما عنديش، فيبتدي يحس ان هو اقل من فلان. باختصار تاني، الثقة هي ان انا ابقى مصدق في ان انا عندي حاجة وغيري عنده برضو حاجات تانية، انما الحاجة اللي عندي انا مخلياني زي ما بيقولوا بقى واثق في نفسي، عارف انا عايز ايه. وبالمناسبة لقوا الناس اللي اكثر ثقة في نفسهم بيكونوا اكثر سعادة، يعني هو بيكون مبسوط اكتر، عنده يعني positive emotions اكتر، راضي بحاله، فبالتالي بيبقى عنده سكينة كده وبيسفولنس. مور اوفر عنده حاجات تانية بقى زي ايه؟ مثلا موتيفيتد طول الوقت، هو عارف وشايف امكانياته، فدايما عنده هدف وعايز يوصل له. والاهم بقى يمكن الحاجتين اللي فاتوا دول كمان علاقته بغيره، لانه عكس الثقه ايه بقى؟ الانسكيورد او اللي ما عندوش ثقه، ما اعرفش اسمها ايه بقى عدم ثقة. ده بقى مشكلته هتبقى فين؟ هتبقى مع غيره، يعني هو هيسقط بقى الانسكيورتي دي على الناس، فتلاقيه دايما سكيبتيكال او داوتنج، يعني بيشك اللي بيقوله له، مش دايما واخده محل ثقه، هو دايما بيسال هو قصده ايه او نفسه في ايه او عايز ايه. احتمال كبير قوي مش هو ده اللي يبقى عايزه، بيبتدي يشكك في نوايا الناس لانه هو نفسه ما عندوش ثقه في نفسه خالص. طب وليد، ازاي بقى انا انمي الثقة دي كأم او اب؟ ازاي انميها في اولادي؟ طيب انا هجاوب على السؤال ده، بس خليني ارجع خطوه
لموضوع الحلقه شويه اللي هو الموهبه، فكره الموهبه. الحقيقه احنا لو عندنا سؤال محتاجين نجاوب عليه، انا عندي طفل او شخص انا مهتم بيه او مسؤول عنه، او حتى انا شخصيا، وعندي سؤال بيقول هل انا احسن حاجه انا ضعيف فيها ولا انمي حاجه انا موهوب فيها؟ ده سؤال مهم قوي. ليه؟ لان انا ما عنديش كل الوقت. ممكن تقولي الاثنين ماشي، بس لو انت عندك يعني وحده استثمار ولتكن ساعه من المجهود او من الفلوس او من الوقت، اي حاجه، يعني في وحده استثمار واحده انا محتاج احطها في حته من الاثنين، انمي حاجه انا بالفعل كويس فيها ولا احسن حاجه انا ضعيف فيها. ده سؤال شغل بال عالم نفس اسمه دونالد كليفتون، امريكاني هو، وهو يعني بيسموه the father of positive psychology، واحد من اباء علم النفس الايجابي. فكان النتيجه اللي طلع بيها ايه؟ انه ايه كان سؤال بقى، يعني فلسفته بتتكون او بتتلخص في سؤال واحد: ايه اللي هيحصل في الدنيا لو احنا ركزنا على ما هو موهبه او ما هو جيد او ما هو حسن في الانسان، اكتر ما نبقى مدمنين، وسماها كده مدمنين تحسين الضعف. الحقيقه السؤال ده معناه ان انا ابني يجي وهو وانا طفل، وغالبا حضراتكم برضو واحنا اطفال، يعني لو انا جايب الشهاده بتاعت المدرسه اخر الشهر، جايب النمره النهائيه مثلا في الحساب وساقط في الانجليزي مثلا، فلو ابويا افتكر يقول لي برافو على الحساب، كتر خير الدنيا جدا. بس هو اللي هيحصل ايه؟ ان هو يبص على اللي انا ساقط فيه دوت، مش شرط يعنفني، بس يقول لي ايه بقى، ايه مالك، في ايه، طب الدرس مجموعه، طب نقويك ازاي، طب ايه المشكله، ويبتدي يركز في اللي انا ضعيف فيه. وده منطقي وطبيعي، وحتى في الشركات، يعني حتى دلوقتي لو احنا بنتكلم مع ادلتس يعني او ناس كبيره مش بس اطفال، انا شغلي عباره عن كده، بيجيبني العميل بتاعي يقول لي الناس عندي ضعيفه في 1 2 3، اعمل لهم تريننج او كورسات في 1 2 3. فده طبيعي قصدي. لكن اللي بيدعيه بقى دكتور كليفتون ايه؟ ان لا، احنا محتاجين نشوف يعني الماده اللي هو جايب فيها نمره نهائيه دي، الحساب، هو ده اللي نديله فيه درس. وده طبعا جنان، يعني لو حبيت تقنعي حد ان ادي ابنك درس في الماده اللي هو جايب فيها النمره النهائيه، يقول لك انت عبيط. لانه لا طبعا انا اولا ده فلوس على الارض، لان هو الولد كويس بالفعل، والحاجات التانية اللي هو ضعيف فيها هو محتاج يتحسن فيها. طيب الادعاء ده ادعاء صارخ جدا، ان انا اديله درس او تقويه يعني في الماده اللي هو موهوب فيها بالفعل، ادعاء صارخ قوي. محتاج بقى دليل بنفس القوه. فدليله الحقيقه كان دراسه اتعملت في نص الخمسينات، 1950 يعني، في جامعه في امريكا اسمها نبراسكا. والدراسه دي مشهوره جدا، واللي بيتفرج علينا دلوقتي او حضراتكم عايزين تتاكدوا منها، موجوده على كل صفحات الانترنت، معروفه جدا، متواتره يعني متتابعه. ايه اللي حصل في الدراسه دي؟ جابوا مجموعتين من الناس وعايزين يعملوا عليهم تجربه. المجموعتين دول مجموعه منهم بتقرا بسرعه متوسطه. يعني ايه بسرعه متوسطه؟ احنا البني ادم الطبيعي بيقرا حوالي من 100 ل 150 كلمه في الدقيقه. طيب فجابوا مجموعه بتقرا بسرعه 90 كلمه في الدقيقه، ماشي، وجابوا مجموعه تانية قبل ما يعدوهم اي حاجه، قبل ما يعملوا اي حاجه، بيقروا بسرعه 350 كلمه في الدقيقه. فهم ايه، في العادي خلقه ربنا اسرع من المجموعه التانية. نفس المجموعتين دول خدوا نفس التدريب على ايه بقى؟ حاجه اسمها سبيد ريدنج، او كيف تقرا بسرعه جدا. التدريبات بقى وحاجات كده، مش موضوعنا ايه؟ انه بعد الكورس ده بقى ايه اللي حصل؟ المجموعه الاولانيه اللي هي كان بيقروا بسرعه متوسطه دي، ال90 دي وصلت كام؟ 150 كلمه في الدقيقه. من 90 ل 150 ده حوالي 60% امبروفمنت، يعني مش وحش، صح؟ 60% حاجه كتير. المجموعه الثانيه هفكركم كانت بتقرا بسرعه 350 كلمه في الدقيقه. بعد الكورس تفتكروا وصلوا لغايه كام؟ ده سؤال ليكم فعلا، يعني الجس لو احنا بنتكلم في ان المتوسط زاد ب 60%، 50 اقل يعني، قصدي زاد بس اقل. يعني مثلا يوصلوا يعني حاجه 500 مثلا. المفاجاه اللي كانت لكل الدنيا بما فيهم طبعا الريسيرشرز نفسهم، انهم وصلوا ل 2900 كلمه في الدقيقه. 2000 الرقم ده صح، 2900 كلمه في الدقيقه.
من 350، يعني 8 مرات احسن مما كانوا عليه. طيب طبعا الموضوع مذهل حقيقي. يعني هنا الدراسة دي حولت مجرى ومسار الفكرة بتاعة التنمية بشكل كبير جدا. ليه بقى؟ لانه تاني هو كده جاوب على السؤال خلاص اللي احنا بنقول عليه بقى. انا عندي 1 يونت اوف انفستمنت، عندي وحده استثمار واحده هحطها في الحته اللي انا ضعيف فيها، هتجيب لي ريتيرن اون انفستمنت او مردود على الانفستمنت ده، على الاستثمار ده، نسبته كام؟ 60%. نفس الوحده دي هحطها الناحيه الثانيه، بيسموها علماء الاقتصاد تكلفه الفرصه البديله. يعني انا هو جنيه واحد هصرفه هنا او هصرفه هنا، لو صرفته هنا الاوبورتيونيتي كوست او تكلفه الفرصه البديله بتاعته كانت 8 مرات احسن، مش مجرد 60 ولا 70 ولا حتى 100%، ده 800% افضل. وبالتالي ان اجابه السؤال باختصار بعد كل ده انه لو انا اقدر او عايز او مهتم ان انا انمي في نفسي، فانا محتاج اشوف انا موهوب في ايه، وهو ده اللي ادي فيه وقت ومجهود، لان المردود بتاعه تضاعفي، بيسموه اكسبوننشال، مش مجرد 100 ولا 200 حتى في المية، بقول لك 800%. فده بس كانت مقدمه كده مهمه قوي لفكره انه احنا ليه مهتمين ان احنا نحسن الضعيف، مش ان احنا ننمي اللي بالفعل موجود كموهبه. دي فكره مثيره جدا جداً. بالنسبه لي صراحه، لان انا مثلا كنت ضعيفه في الحساب جدا. مم. فانا حتى لما ببص على نفسي بقعد اقول، كنت وانا صغيره او لحد دلوقتي دايما بقول لا ده انا ضعيفه في الحساب. ما كنتش ببص على يعني اكشلي اوكي انا كنت متخرجه من IGCSE وكنت كسر الريكورد في المدرسه في الانجليش، ماشي. يعني كنت جايبه اي ستار، كنت اول واحده في تاريخ المدرسه تجيب الاي ستارز دي، ماشي. وسمعت خبر ان انا جبت الاي ستار في انجليش واي في وكانت ايه ربي انجليش ليتريتشر اي ستار برضو، وماثس كنت جبت سي، معناها ان انا عديت، انا كنت سقطت السنه اللي قبلها. انا ما كنتش مهتمه خالص بالاي ستارز، انا اللي سمعته كان بالنسبه لي انا عديت ماثس ولا لا، حد يقول لي انا عديت الماثس ولا لا. ايوه فهي دي بالنسبه لي صحيح. بس تخيلي بقى لو انت في الوقت ده بداتي تدرسي ادب انجليزي مثلا، او تاخدي كورسات في الوات ايفر بقى بيسموها الفوناتكس، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، لا تاخد لا الموهبه حتة ستيب تانية فورورد. خالص. كانت هتبقى رولينج، اسمها ايه دي؟ جي كي رولينج. جي كي، هتبقى حاجه انت محوش فيها حقيقي هتروح في حته تانية خالص. لكن للاسف انا بقول للاسف وانا بعمل كده، يعني انا كمان كلنا بنعمل كده، لان هي زي ما بيسموها ايه كاونتر انتويتيف. يعني هو مش الطبيعي ان انا اشوف طفل شاطر قوي في حاجه فاقول له تعالى اديك درس في الحاجه اللي انت شاطر فيها دي، هي مش منطقيه شويه. ولكن لو فكرنا يعني عقلانيا هو ده اللي المفروض يحصل، ان انا اشوف الطفل او حتى احنا، لانه هنا بقى كانت اجابه السؤال كان ان انا ازاي انمي الموهبه في الطفل، صح؟ او ازاي الاقيها اصلا؟ الثقه، نبني الثقه في الطفل. هي ما هي الثقه مرتبطه طبعا، مرتبطه مرتبطه جدا، لان هو لو هو موهوب في حاجه وانا نفخت فيها ثقته بنفسه هتزيد، والعكس بقى لو هو ضعيف في حاجه وانا قررت ان انا اركز على دي، أأنبه بقى، يعني اخليه بص شايف انت كويس في دي، بس دي هنعمل فيها ايه، وابتدي اركز اكتر على اللي مش كويس فيه، فثقته طبعا في نفسه هتقل جدا. طيب هل ده بقى معناه انه انا مفروض ابقى ببص على الموهبه وبعدين القطها، ولا ان انا المفروض اعرض اولادي لحاجات كتيره جدا علشان اطلع الموهبه اللي عندهم؟ طيب هنا هنتكلم بقى في ايه، ازاي اكتشف الموهبه، صح؟ هل انا بقى يعني ايه الطريقه اللي انا اكتشف بيها الموهبه؟ فمنها ان انا اعرضهم لتجارب كتيره، وده حقيقي كويس يعني. بس خلينا نتفق برضو على 3 علامات لو حصلوا غالبا هيبقى موهوب في الحاجه اللي احنا خدنا بالنا منها دي. وانا هرجع تاني اكد ان هم علامات، هو مش حاجات اكيده بس هي علامه يعني. اول علامه انه يبقى بيسموها بالعربي الفصيح يعني التوق، ان هو يبقى yearning، يعني يعني عنده شغف قوي انه يعمل الحاجه دي. طيب لو ده حصل، دي واحده من علامات ان هو كده غالبا موهوب في القصه دي، سواء كانت موسيقى، كانت linguistic سكيلز، او رياضه، وايا كان، يعني هتلاقيه مش انت اللي بتزقيه ليها، هو حابب قوي ان هو يعملها. الحاجه الثانيه انه بتعمل له نوع من انواع، او العلامه الثانيه يعني بتعمل له نوع من انواع الساتسفاكشن، الرضا، بيبقى مبسوط قوي بنفسه لما بيعملها، حتى بيعملها وحش بقى
يعني مش شرط يكون بيعملها بالطريقه المثلى يعني. لو بيغني مثلا مش شرط يكون بقى حافظ مقامات، بس هو اما بيغني بيبقى مبسوط جدا جدا جدا. فالانبساط او الاحساس بالسعاده ده بيبقى واحده من العلامات. الحاجه الثالثه بنسميها الاكسلنس او التميز، بيبقى عايز يتميز فيها قوي بقى، يعني هو عايز يعملها على اكمل وجه، ما يكروتهاش ابدا. هو دايما هو يعني الطفل بقى عايز يعمل اللي هو هيعمله ده. تاني هو ممكن مش شرط يكون عارف اذا كان ده صح ولا غلط او ايه البيرفكت فورم يعني، بس هو حابب ان هو يخليه ممتاز. فالثلاث حاجات دول الاشتياق او الشغف والاحساس بالرضا ان هو يبقى مبسوط فرحان وهو بيعملها، او يعني التميز ان هو يبقى متميز فيها. لو خدنا بالنا، لو لقينا الطفل عنده حاجه من الثلاث حاجات دي او الثلاث حاجات دي، يبقى غالبا علامه تاني ان هو ممكن احنا محتاجين بقى ايه نكمل اكتر، ان احنا نشوف هو فعلا موهوب فيها ولا لا. نيجي بقى للسؤال ده اللي هو التعريض لتجارب كتير. انا موافق جدا بقى. ليه؟ لانه الحقيقه اعتقد هتتفقوا معايا برضو ان في ناس بتيجي الدنيا دي وبتمشي منها وما بتعرفش هي موهوبه في ايه، صح؟ في ادلتس بنقابلهم ناس كبيره ما بيبقوش عارفين. بالظبط وده مش الاستثناء، يعني ممكن يبقى القاعده او على الاقل خالص 50-50 يعني نص ونص. بس فده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن ما بقاش عارف او عندي طريقه او اسلوب اعرف بيه موهبتي، وده ادعى في الطفل لان هو بقى لسه طفل كمان، يعني هو مش عارف هو قوي يعبر عن اللي هو بيبقى عايزه وكذا. فلازم الاهل هم اللي يبقوا مركزين قوي. فالتركيز والملاحظه مهمه قوي، دي اول حاجه. التجريب دي تاني حاجه اللي حضرتك قلتيه. التجريب بقى في كل حاجه ممكن نجرب فيها. وثلاثه، لو يعني اصطادت بقى موضوع التجريب ده، اصطادنا حاجه، التشجيع بقى. هنا انا كده عملت الثلاث حاجات اللي يعني زي ما بيقولوا to the best of my knowledge، لا اكتر حاجه اقدر اعملها عشان انقي او اكتشف موهبه الطفل. التركيز والملاحظه هنبقى مركزين في الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم، الاشتياق او الشغف والاحساس بانه مبسوط. امتى بتحسي ان طفلك مبسوط قوي وهو بيعمل ايه؟ وممكن بقى هي دي المشكله بقى عند الاباء والامهات، يعني ان هو ممكن يبقى مبسوط وهو بيعمل حاجه انت مش حاببها كأب او ام، يعني زي الموسيقى مثلا، يعني هتطلع ايه؟ مزيكتي. ماشي، مش لازم يطلع وبعدين هو لو طلع مزيكتي ايه المشكله؟ بس قصدي ما نقيسش بقى اللي بيبسطه هو على اللي بيبسطنا احنا او المقبول بالنسبه لنا. هنعمل ايه او هنشوف نعمل ايه بالموهبه دي بعدين بقى، بس الاهم دلوقتي ان احنا نصطادها وننميها. حابينها بقى ولا مش حابينها، ده موضوع ده هيعمل بيها ايه، هتفيده في الشغل، هتفيده في الحياه، هيعرف يتجوز بيها ولا لا، كل بقى الحاجات بتاعتنا احنا دي بتاعت هو مش في دماغه يعني. طب اوقات لما اولادنا بيكونوا خلاص تالنتد في حاجه معينه او موهوبين يعني في حاجه معينه، بيبقى في خلاص بيخوضوا التجربه بقى او الجورني دي، اوقات بيحصل لحظات بتبقى فيها فشل او الاولاد فشلوا في حاجات معينه. ازاي انا كأب او ام اساعدهم يتخطوا مرحله او فكره الفشل دي او ان هم يكملوا بعدها؟ برضه سؤال حلو قوي، وهو في الحقيقه السؤال ده برضه ينفع لينا احنا يعني يعني وطبعا يعني انا سعيد قوي بالمشروع ده كله، علشان احنا بنلحق الموضوع من بدري بنحاول من قبل على ما قد نبقى هنا يعني. فطبعا انا محتاج ان انا الاول انا شخصيا اقتنع بفكره الفشل، يعني الاب او الام يبقوا شايفين ان الفشل مش اخر الدنيا. اولا تعالى نتفق على حاجه، احنا معنى ان احنا فشلنا في حاجه يبقى حاجه من الاثنين، يا انا جربت وفشلت ده فشل، يا انا ما جربتش خالص وده فشل برضه. طيب فاحنا عندنا بحساب الاحتمالات بقى، ان انا لو ما جربتش خالص انا اكيد هفشل. هو احنا اتفقنا ان عدم التجريب ده فشل، ما انا مش عارف اذا كنت عملت ولا ما عملتش، فهو فشل في الاخر. فانا محتاج بالاحتمالات كده اخد الاحتمال الاقرب للنجاح، اللي هو ايه؟ ان انا اجرب وفشلت ماشي، بس انت اكيد الاحتمال الاولاني الفشل فيه نسبته 100%، الاحتمال التاني نسبته 50 او حتى 1%، بس بقى فيه واحد، انما التاني قطعا 100%. فدي اول فكره، ان فكره الفشل نفسها مش فكره وحشه، مش فكره غلط، بالعكس
معنى ان مفيش فشل معناه ان مفيش تجربه. مفيش تجربه يعني مفيش تقدم. مفيش تقدم يعني مفيش نجاح. فبص بقى المعادله رايحه فين. الفشل معناه انك ما جربتش، ولو ما جربتش معناه انك ما اتحسنتش او ما تقدمتش، ولو ما تقدمتش مش هتنجح. هو النجاح انك توصل للي انت عايزه او تتقدم ناحيه اللي انت عايزه حسب تعريف كل نجاح. يعني في ناس بتعرفه على انه اوصل بالفعل، وفي ناس بتقول ان انا افضل بحاول اوصل، وده برضو نجاح. ايا كان، لو ما فيش التجربه او الفشل والتقدم او التحسن، لانه يمكن اشهر الامثله بتاعت موضوع الفشل ده بتاعت اديسون وهو بيخترع المصباح الكهربائي. كانت جمله مشهوره قوي عنده ان هو جرب حاجه بتاعت كذا الف ماتيريال ماده قبل ما يكتشف الماده اللي هو التنجستين ده، مش فاكر اسمها ايه يعني، اللي بيعدي فيها الكهرباء فتتوهج فتنور. لدرجه انه اوقات بيجرب على شعر دقنه. يعني هو جرب كتير جدا، فكل مره كان بيجرب فيها كان بيقول انا ما فشلتش، انا عرفت ان دي ما تنفعش. فلما عرفت ان دي ما تنفعش خلاص هجرب حاجه تانية. فالفشل نفسه كان طريقه انه ينجح او يوصل اللي هو عايزه. عرفنا بقى احنا اولا احنا نقتنع بدوت ونوصلها للطفل. يعني ده شيء عظيم جدا ان الطفل يبقى مش خايف من الفشل. مش عايزه ارجع لبوينت بس عشان برضو افهمها كويس، عشان طبعا لسه معلقه على السؤال الاولاني كمان. الحته بتاعت ان احنا ننمي الحاجه الحلوه، هل ده معناه، عشان برضو ممكن حاجه يفكر فيها الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، هل ده معناه ان لو انا عندي نقط ضعف ما اشتغلش عليها، او الطفل لو عنده نقط ضعف ما يشتغلش عليها، عشان هيبقى في الكاونتر ارجيومنت. صح. شكرا جدا بقى على السؤال ده، لان هو لو ما كانش طلع كنت انا هقول لك عليه برضو. ليه؟ هو طبعا بيطلع طول الوقت. لما باجي انا حتى لما بشتغل مع عملاء عندي مش اطفال بقى، اول سؤال بيساله ايوه يعني انا الانجليزي اللي انا سقطت فيه ده اعمل فيه ايه؟ فدكتور كليفتون جاوب الحقيقه جاوب اجابه من وجهه نظري يعني عمليه جدا. هو بيقول ايه؟ احنا ايا كان اللي هنعمله في نقاط الضعف اللي عندنا، اللي هي احنا سميناها بقى اي حاجه، حتى لو حلينا الاسم يعني قلنا هي زي ما بيقولوا كده ايه area of improvement. يعني دي حته انت محتاج فيها او opportunity to grow. عارفه اللي هو عندك فرصه هنا تبقى احسن او تكبر. هي ضعف، يعني نسميها باسمها، هي نقطه ضعف. اعمل ايه في نقطه الضعف دي؟ فكانت اجابته انه اعملوا اي حاجه الا انك تستثمر فيها. ده اول حاجه. الاستثمار فيها استثمار على الارض، لانه تاني انا هفكركم الاوبورتيونيتي كوست او تكلفه الفرصه البديله بدل 60% 800%. انا عايز اشرح تاني فكره الفرصه البديله دي. انا لو معايا 100 جنيه، ال 100 جنيه دي ينفع اجيب بيها ساندوتش من اي حته، ونفس ال 100 جنيه دي ممكن اجيب بيها 4 كتب. يبقى تكلفه الساندوتش دي هي الاربع كتب دول. ده معنى كلمه تكلفه الفرصه البديله. فانا معايا وحده استثمار واحده، حطيتها هنا هتجيب لي 60%، حطيتها هنا هتجيب لي 800%. يبقى انا مجنون لو انا حطيتها هنا، لان ده في فرق ضايع جامد قوي. فهو بيقول انه لو حطيت المجهود بتاعك او تركيزك او ذهنك في الحته اللي انت ضعيف فيها ده مش صح، فما نعملش كده. طب نعمل ايه برضو؟ هو ما جاوبش على السؤال كده، هو بس بيقول اعمل اي حاجه الا انك تستثمر فيها. قال بقى حاجتين او حاجه من الاثنين يعني. يا اما الحاجه الاولانيه نسبيا اسهل من الثانيه. يا اما انت سماها ايه الاينسز، يعني نعمل تحالفات. يعني مثلا انا وداليا في تيم، او امينه وداليا في تيم، وداليا شاطر قوي في الانجليش، دي حاجه معروفه بتجيب اي ستارز من زمان. وامينه ربنا مش صارف لها قوي في الانجليزي، ما بتعرفش قوي يعني وبتاع. فبس امينه شاطره قوي في مثلا مهارات البرزنتيشن او العرض والتقديم وكده، وداليا بتتكسف سن. فاحنا نعمل الاينس. يعني ايه؟ انا بقى ادي لك اللي انت مش قويه فيه قوي، وحضرتك تديني اللي انا مش قوي فيه قوي. وده الحقيقه عند الاطفال برضو سوشيال سكيل مهمه. يعني هي مهاره اجتماعيه، ان انا اشوف مين عنده ايه مش عندي واتعاون معاه، وكذلك اللي عندي انا مش عنده اتعاون معاه واديهوله. فالالاينسز دي فكره او التحالفات، يعني بان انا اشوف اللي عندي مش عنده واللي عنده مش عندي ونبقى تيم. لان هو ما فيش فكره، برضو كنا بنقول من شويه
السوبر وومن او إمم. السوبرمان او اللي هي بتاعت هوليوود دي، اللي هو بني ادم اللي الmindsets بيموت بتاعتنا جيش بتاعة إن إحنا افغانستان عايزين كله ده. نبقى perfect في كل حاجة. بالظبط، دي فكره إمم. مش منطقيه خالص يعني. صح. ف ف فان احنا نكمل بعض دي، ده كان اول اقتراح لدكتور كليف. الاقتراح التاني انه نشوف احنا موهوبين بقى في ايه، وده طبعا تحدي شويه، ان احنا زي ما اتفقنا في ناس ما بتعرفش، بتيجي وتمشي وما بتعرفش. بس انا اعتقد احنا هنتخطى العقبه دي، عرفت انا موهوب في ايه. كمل قوي بقى استثمارك ومجهودك انك تحسن اللي انت موهوب فيه دوت الى الحد الذي يجعل الناس مش شايفين نقطه ضعفك دي. وضرب مثال في الكتاب بتاعه، مثال جميل قوي. هو المثال اللي هقوله ده في الكتاب، بس انا شخصيا شفت مثال تاني هقول لكم عليه برضو بعد ما اقول لكم اللي هو قاله في الكتاب. بيقول انه معروف انه منتخب الصين في البينج بونج، في تنس الطاوله، مفيش بطوله محليه دوليه اولمبيه الا وبياخدوها في بينج بونج، هم ملوك اللعبه. فكان في ريبورتر عمل أو صحفي عمل انترفيو مره مع مدرب المنتخب الصيني، بيقول له ايه يعني إيه، كلمني عن، قال له كده بالظبط، قال له كلمني عن طريقه التدريب بتاعه. قال له ابدا، احنا بنركز قوي على اللعب الحته او الموف، باك هاند فور هاند سبين، مش عارف الحاجات بتاعتهم دي، ونفضل نمرنه عليها طول الوقت. قال له يعني لا كلمني اكتر. قال له زي ما بقول لك كده، مفيش حاجه تانية. فمثلا بيديله بقى مثال بلاعب من اللعيبه، فلان ده الباك هاند بتاعته ما لهاش حل، مستحيل حد يكسبه على باك هاند. قال له طب افرض الاوبون يعني الخصم بتاعه جابها له بقى على الفور هاند. قال له ما بيعرفش، هو overwhelmingly well، يعني هو اجمد بكتير قوي ان هو يجيبها له في اي حته هو مش عايزها. فاهم الفكره؟ فهو بيركز قوي على اللي هو كويس فيه، بالبلدي كده بيزغل العين اللي قدامه، ما بيعرفش يركز في اللي هو مش كويس فيه. المثال بتاعنا بقى، كنا مره في ماراثون في اسوان عند المستشفى بتاع الدكتور مجدي يعقوب، هم اللي منظمينها يعني وكده. فالدكتور مجدي كان جاي يدي زي موتيفيشنال كده توك قبل، يعني هيكلمنا كده كلمتين حماسيين قبل البتاع ويشكرنا وكده يعني. كان في بتاع 900 متسابق مثلا. المهم الشاهد في القصه ايه، انتوا اكيد شفتوا طبعا دكتور مجدي، مش لازم فيس تو فيس، بس في التلفزيون هو مش احسن سبيكر في الدنيا يعني، بيتلعثم سنه، بطيء سنه، يعني مش هقول عليه ايه ده كاريزماتيك موتيفيشنال سبيكر مش عارف ايه. فواحد من اللي قاعدين معانا انا حتى ما اعرفوش يعني، هو يعتبر زميل في السباق، لا هو ده بقى دكتور مجدي اللي مش عارف، ده مش عارف يقول كلمه، هو المفروض جاي يدينا فعلا موتيفيشنال سبيتش، ربنا ما وفقوش قوي. ف فالولد او الشخص ده يعني بيعلق على كده، فانا ما اعرفوش، بس لقيتني لا شعوريا بقول له هو انت متخيل مثلا كده بالظبط ان احنا ممكن نقترح على دكتور مجدي يعقوب ان هو يروح ياخد كورس في البابليك سبيكينج مثلا عشان حضرتك تبقى مبسوط؟ انت ضحكتوا لان الموضوع يعني ريديكولس، صح؟ مفيش حاجه اسمها كده، هو احسن بكتير قوي من نقطه الضعف دي، وهي نقطه ضعف، وممكن على فكره تبقى مخسراه، ما بنقولش لا، لانه مثلا كان ممكن يجيب فاندز اكتر من كده، كان ممكن بس الحاجات اللي عاملها احسن بكتير من ان احنا نشوف مفيش حاجه زي دي وقت أصلاً. خالص يروح بقى يعني، ده على ما يروح يقدم بس في الكورس يكون انقذ حياه 3 4 اطفال. الاوبورتيونيتي كوست مش منطقيه يعني. بس لو عملنا كده في حاجه زي السبورتس مثلا، لو انا حد مش انترستد في الرياضه، او ابني مش انترستد في الرياضه، او ما يعني ما بيعرفش يعوم مثلا، يعني let's take a life skill مثلا، ماشي، فهل انا اقول له خلاص مش لازم تعوم، ولا لازم اعلمه على الاقل الاساسيات بالظبط، ده عشان ما ما يغرقش؟ انت جاوبتي كده، ما انت جاوبتي بالظبط، احنا بنتكلم في المينيمم عشان ما يغرقش طبعا يعني. وزي في المدرسه في حاجه اسمها الفابت، يعني لو مش شاطر في الالفابت هتعمل ايه؟ طيب ما انت لازم تتعلم الف ب. لا ما بعرفش او مش موهوب فيها، لا خلاص، او شوف حد يعملها لك، لا طبعا. فانت بتتكلم يعني في الحته المرحله اللي بعديها شويه، اللي هي بالزبط. خلاص احنا عدينا المينيمم بتاع الحاجات، المينيمم بتاع اي حاجه. المشكله ان احنا، المشكله الازمه ان احنا ما بنقتنعش بالمينيمم ده، يعني زي ما امينه كانت بتقول احنا لازم نبقى كويسين في كل حاجه. فلا مش لازم خالص يعني، كفايه قوي يبقى معاك المينيمم اللي هو ايه، السي اللي بتنجحك دي وخلاص. مش لازم تبقى اينشتاين في الماث ولا شكسبير في الانجليش يعني. طب اوقات
لما بيبقى في اولاد مش عارفين موهبتهم او حتى مش واضحه الموهبه. انا جربت لهم حاجات كتير ومفيش حاجه مثلا انا شايفه ان هم دي موهبته فعارفه انميها. فهل في اصلا اطفال بيبقوا مش عندهم موهبه، ولا هل لازم كل بني ادم يبقى في حاجه هو شاطر فيها؟ انا ما عنديش اجابه محدده قوي او علميه قوي على السؤال بتاع هل في حد مش موهوب في حاجه دي. آه، بس اعتقادي انا الشخصي انه لا طبعا، يعني ما فيش حاجه اسمها حد انا اصلا ما قابلتش حد مش موهوب في حاجه. هي الفكره ايه هي الحاجه؟ طيب لانه كمان يعني دكتور كليفتون بالمناسبه بعد بقى ما اتذهل زي ما اتذهلنا كلنا بالدراسه دي، كرس بقى كل حياته كلها يعني 42 سنه او اكتر في ان هو يساعد الناس تعرف موهبتها. فلم يقصر الموهبه على حاجه يعني حاجه بنعملها بايدينا، لأ هو وسّع أوي مفهوم الموهبة إلى إيه، هي patterns أو أنماط للأفكار، للشعور، للbehaviors أو السلوك. فأنا ممكن أبقى موهوب ب ب ب مثلًا إن أنا شخص competitive تنافسي جدًا. طيب دي مش مهارة، فهمت. دي مش مهارة أنا مسكتها بإيدي يعني. أنا أي حاجة هاخش فيها هاكسبها. طيب ليه؟ لإن أنا باحب دايمًا المركز الأول. طيب، أو مثلًا حد يكون موهوب في إنه هو حتى سماها maximizer يعني إيه؟ يعني بيدوّر على الexcellence في كل حاجة، هو بيعمل كل حاجة كما ينبغي، بالنسبة له الجودة أو الquality حاجة أو paramount importance. دي مش موهبة أنا هاعرف أمسكها بإيدي، هي مش دي سماها هو motivational talent. فإن ما يبقاش في حد عنده موهبة في أي حاجة دي مستحيل، ما شُفتهاش، يعني honestly ممكن، بس دي ساعتها غالبًا هتبقى pathological يعني حد أظن بس بقى. أنت قُلت حاجة مهمة دلوقتي، يمكن حتى أهالي كتير بسبب إن أولادهم في سِن صغير بيبقى اللي قدّامهم يا مدرسة يا دراسة، فإحنا بندوّر في الحاجات دي. يعني يا إمّا مادة أنت شاطر فيها، بالضبط، يا صح، إمّا sport أنت شاطر فيها، وبننسى فكرة إنه لأ، ممكن يكون في social skill متحدث رائع هو بالضبط، مثلًا، شاطر فيها، ممكن يكون عنده empathy. emotional regulation أو مضبوط، قادر صح، يتحكّم مثلًا في مشاعره بشكل إيجابي أو يعني فمهم أوي فعلًا إن إحنا نبُص على الحاجات اللي نوسّع هي نوسّع الscope ده. جدًا، جدًا، واللي أهم وأصعب من الحاجات اللي ممسوكة، زي إنه بيعوم كويس أو بيتكلم كويس حتى، هي الحاجات اللي هي بتبقى هو تاني هم 3 حاجات هو قال إيه، thoughts يعني أفكار، وfeelings يعني شعور، وbehaviors سلوك. فهو ممكن يبقى empathy مثلًا، دي حاجة من الحاجات موهبة ناقصة بالمناسبة جدًا يعني، وهي موهبة لإنها هي الإحساس بالآخر. طيب، فلمّا تلاقي طفل حاسس بغيره، وأنا عندي طفل في العيلة كده جدًا، جدًا، يعني بيفكّر في غيره قبل ما يفكّر في نَفْسه طول الوقت، وهو طفل ما عدّاش 8 سنين. آآ يعني مرّة لقيناه بيدعي، هو يبقى ابن أخو مراتي، فلقيناه لوحده كده وهو عنده يعني من سَنة مثلًا، كان عنده 7 سنين مثلًا، بيدعي بيقول يا رب إحنا سامعينه، هو مش فاهم، مش شايف إن إحنا شايفينه، بيقول يا رب ما تخلّينيش أتشاقى عشان ما حدش يزعل منّي. أنتِ متخيّلة؟ دي موهبة طبعًا. إلى آخره بقى، يعني الموضوع في القصة دي، وهو بالمناسبة ممكن بقى لو ينفع نسيب link، هو في website كذا واحد الحقيقة، زي questionnaires استبيان يعني، وبعد ما بتجاوبي عليه بيطلّع لِك الحاجات اللي أنتِ غالبًا بنسبة 80 أو 85% دقة، أنتِ موهوبة في إيه. فدي حاجة بتساعد جدًا، جدًا. لأ، ناخدها منك بعد الحلقة definitely. طيب إيه يعني خلاص إحنا كده نقول إن إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا اكتشفنا الموهبة. إيه أهمية بقى المثابرة والتعليم إن إحنا نجوّد ونفضل نحسّن في الموهبة دي؟ هي مرتبطة بفكرة الفشل شوية، يعني إن إحنا مش أول ما نفشل نيأس أو نسيب الموضوع. في ناس كتيرة جدًا وحققت أو وصلت أنا باشبّه أوي الموضوع دوّة بحد بيكون performer، يعني حد على مسرح، أيًا كان بيعمل إيه على المسرح بقى، تمثيل أو غُنى أو مزيكا أيًا كان. الجمهور دايمًا بيبقى شايف إيه، الperformance، يعني شايف الأداء ده وبيسقّف وحاجة عظيمة جدًا.
مش شايف بقى ورا الكواليس دي على طول ايه اللي حصل. فبيكون حصل وانت اكيد هتبقي عارفه، حصل حاجات كتير قوي بقى على مدار سنين مش بس شهور، ومحاولات كلها يعني هم شافوا اكتر محاوله ناجحه، انما في قبلها 6000 محاوله تانية فشل. لو المحاوله رقم 2 بس او 3 فشل، يعني ده بقى اهميه المثابره والاصرار. ان انا لو عارف ان انا موهوب في الحاجه دي، وبالمناسبه عندي برضو حاجه تقول لي انا مش موهوب في الحاجه دي. يعني مثلا لو انا بتعلمها ببطء شديد، لو انا عكس بقى الحاجات اللي قلناها في العلامات، لو انا برايح ودمها تقيل قوي على قلبي، لو انا الموضوع بالنسبه لي محتاج تركيز، لان هو من ضمن تعريفات الموهبه ايه؟ انها it comes natural. يعني هي محدش بيفكر في موهبته، هي بتجيله كده. يعني مش بيصحى الصبح يركز يقول النهارده هبقى empathetic او مش عارف ايه. لو عمل كده يبقى هو بيشتغل على حاجه مش عنده. الموهبه بتبقى عندك already، يعني it comes natural. ف ما بيلاقيش مجهود انه يفكر فيها، اكشلي هو ما بيفكرش فيها، هي بتجيله على طول. فلو لقى بقى في دي من علامات بقى عدم الموهبه. انت مثلا، لانه برضو اوقات الموضوع بيبقى معكوس، انا حابب قوي ان انا اغني، بس حبيبي انت ربنا مش صارف لك في موضوع الغنى ده وصوتك وحش، هنعمل ايه؟ تلاقي شغفك مش ماشي بقى مع موهبتك، هنا محتاج تعمل حاجه مختلفه. يعني علامات بقى عدم موهبتك في الحاجه، ان غيرك شايف ان انت، او غيرك ده اللي هو الخبراء يعني في الموضوع، مش اي حد وخلاص، بيقولك ان انت مش احسن حاجه في القصه دي، او ان انت بتتعلمها ببطء شديد جدا، او مع كتر التكرار والمثابره ومش عارف ايه برضه مفيش بروجرس، مفيش تحسن. كل دي علامات انك مش عندك الموهبه دي. وتاني بقى هرجع للحته بتاعت ايه، مش مهم تبقى عندك، مش لازم تبقى عبد الحليم لو انت بتغني او عايز تغني يعني، ولا تبقى اينشتاين لو انت بتتكلم في الحساب. فالمثابره ليها دور في الوقت اللي انا ببقى عارف فيه ان انا فعلا موهوب في الحكايه دي، بس الفشل هو الوجه الاخر للعمله بتاعه التجربه. جربت هتفشل، فشلت هتتقدم هتنجح. طب هل في معتقدات شائعة كتير، أو يعني المغلوطة عن فكرة إن أنا أبني في ابني أو بنتي الموهبة أو الثقة دي؟ في أهمها إنه ما دام هو موهوب فيها يبقى مش محتاج مساعدة. دي أكبر غلطة في الدنيا. هو موهوب في الحساب، أديله درس فيه ليه؟ لا، الدراسة بتاعت نبراسكا بترد على ده جدا يعني. وبرضو في برضو حاجة مغلوطة أو يعني شائعة مش صح، إن أنا لو حسنت الضعيف الكويس هيبقى أحسن. يعني إيه؟ نفترض مثلا أنا بعمل بيبر في المدرسة، مطلوب منه يعمل essay أو أي حاجة بروجكت يعني، فأنا هحسن الضعيف بمعنى إن أنا هجيب اللي هو كاتبه ده ويبقى مفيش ولا خطأ إملائي والبتاع منسق جدا. يعني بحسن الضعيف، هو مثلا بيغلط كتير، الإملة بتاعته وحشة أو الورقة ملخبطة أو whatever، وبعدين انا جبت قلت له لا حسن خطك، شوف الاملا مظبوط، فانا حسنت الضعيف. في بقى اعتقاد ده الخاطئ بقى، انه لو انا حسنت الضعيف الكويس ده هيبقى كويس. هو في الحقيقه اللي هو كاتبه بقى ده ما ينفعش، او العكس يبقى كاتب حاجه كويسه جدا. يعني كان اظن ارنست هيمنجواي كان اسمه كده، معروف عنه مشهور قوي ان هو ملوش في الاملا، يعني بيغلط كتير قوي، بس هو اديب. فمش معنى ان احنا نصلح بقى غلطات املائيه ان انا هبقى نجيب محفوظ، لا. فده برضو مهم قوي. بمعنى اخر، لو انا درست الفشل مش معناها ان انا درست النجاح. لو درست ليه الطالب بيزوغ من المدرسه، انا ما عرفتش ليه اللي قاعد في المدرسه قاعد في المدرسه. لو درست ليه الناس بتتطلق، ما عرفتش ليه الناس اللي مكمله في الجواز مكمله في الجواز. فاهم فكره النجاح عكس الفشل دي مش صح. ف دي كلها من الافكار المغلوطه جدا يعني. شكرا انكم بتسمعونا النهارده. لو عجبكم اللي سمعتوه او استفدتوا ولو بحاجه صغيره جدا، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب
علشان نقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد ممكن من الناس اللي ممكن تكون محتاجة فعلا تسمعها، وكمان عشان نقدر نفضل نجيب ضيوف ذو قيمة في مجالاتهم علشان نستفيد من خبراتهم. وشكرا جدا على دعمكم لينا اللي من غيره ما كناش هنقدر نعمل البودكاست ده، اللي بنتمنى إنه يساهم في نشر الوعي وتحسين جودة الحياة لينا وللأجيال اللي جاية. تعالوا نرجع للحلقة. وليد، عارف احنا بيبقى عندنا كده زي مايند سيت للاهالي بالذات من زمان، يعني انه عايزين ولادنا يخشوا حاجات مضمونه، اللي أيوة. هو الطب، طب الهندسه، أيوة. واي بقى تالنت او اي حاجه هم بيحبوها تيجي بعدين. فازاي احنا نساعد اولادنا ان هم يختاروا الميجر بتاعتهم في الجامعه على حسب هم حابين ايه او هم شاطرين في ايه؟ طبعا ده سؤال بمليون دولار، لانه احنا برضو يعني في الوقت ده لو نفتكر لما بنبقى بنخلص ايا كان نظام التعليم، يعني سواء بقى امريكان او مصري او غيره، النقله من المدرسه للجامعه دايما هنعمل ايه بقى، هنروح فين، الميجر ايه او كليه ايه او الى اخره. بس سؤالك فيه نقطتين عايز افرقهم عن بعض. نقطه الهوايه، انا اساعد ابني او بنتي يهوى ايه، يعمل ايه كهوايه، ويحترف ايه او هيشتغل ايه. وممكن طبعا يحترف الهوايه، بس ده هيبقى شويه محظوظ انه حد بيشتغل او بياكل عيش يعني من هوايته. فبس هفرق بين انه اساعده ازاي يعرف او يلاقي هوايته ويكمل فيها، دي نقطة. ودي بتبان قوي في الايرلي ايجز، يعني بيبان قوي اذا كان حد مثلا موهوب في الرياضة، فانا محتاج اساعده في الموضوع دوت، في الفن، سواء بقى رسم او غنى او غيره. مش بالضرورة بقى يشتغل فنان أو مغني أو لاعب كورة محترف أو أي رياضة محترف، بس الهواية مهمة قوي بصرف النظر عن هو هيشتغل إيه. نيجي بقى للسؤال اللي هو بتاع أساعده إزاي يشتغل، يختار الميجر بتاعه أو كليته أو كذا. الحقيقة أنا كواحد شغال في سوق العمل في مصر، شغال فيه بمعنى إن أنا سواء بستثمر فيه، يعني بعلم الناس اللي بتشتغل، أو أنا نفسي في شركتي بابقى محتاج ناس تشتغل، يعني محتاج ناس تشتغل معايا يعني، أو أعلّم ناس تشتغل في شغلها. الحقيقة السؤال يمكن أو إجابة السؤال هتبقى برّه الصندوق جدًا. أنا مش فارق معايا خالص إذا كان هيبقى دكتور زي باباه والّا مهندس زي عمته، ده مهم أو كويس، بس مش قصتي أنا خالص في سوق العمل. سوق العمل بقى بيحتاج إيه؟ ودي الإجابة اللي برّه الصندوق. مش بيحتاج technical skills أو مهارات فنية، يعني الدكتور والمهندس والمحامي فنيًا مش بالضرورة يبقى أشطر واحد في الدنيا عشان ينجح. كانوا عملوا دراسة زمان كده في معهد اسمه ديل كارنيجي في أمريكا، معهد مشهور أوي. كانوا عايزين يشوفوا سبب نجاح الناجحين عمومًا يعني. فلقوا إنه 15% من أسباب نجاح اللي نجح كانت الtechnical skills أو المهارات الفنية، سواء بقى زي ما باقول لِك بيشتغل دكتور يبقى دكتور شاطر، محامي شاطر إلى آخره. و85% هي مهارات إنسانية، يعني team player والّا لأ، آمم، مجتهد في شغله والّا لأ. ما ممكن أبقى شاطر جدًا بس كسلان، يعني مش عايز أشتغل. آمم، بيسمع، بيأدّي اللي عليه أو عنده بنسميها responsibility يعني أو مسؤولية. مسؤولية بالضبط. فممكن برضه يبقى شاطر، يعني ممكن يبقى الmajor بتاعه mechatronics من جامعة أي 3 حروف بقى اللي هم بيبقوا غاليين أوي دول. حقيقي الموضوع بقى بقى مرعب مرعب دلوقتي. جدًا، جدًا يعني مش عايز أفكّر فيه حتى. لإن أنا خرّيج جامعة القاهرة عادي جدًا، اللي ب30 جنيه في السنة وقت ما أنا كنت موجود، يعني ممكن تبقى غالية ما شوية بقتش دلوقتي. ما بقتش خالص. المهم جامعة كويسة جدًا وتخصُّص نادر أو جديد. بس في الحقيقة تاني بقى هارجع للنقطة بتاعتي أنا كواحد شغال في سوق العمل، بأهِّل الناس إن هم يشتغلوا، أو بابقى عايز ناس تساعدني أنا في شغلي يبقوا مع الteam بتاعي يعني. أنا مش بابُص خالص على الmajor، بابُص عليه تاني حاجة. فأنا مثلًا لو محتاج حد ماركتير، حد بيشتغل في الmarketing، لو كان الbackground بتاعته أو الmajor بتاعه marketing هيبقى كويس. بس لو لقيت حد بقى فيه ال7 صفات اللي هاقولهم لِك كمان شوية دول، وما عندوش الخلفية بتاعة التسويق أو الmarketing، مش مشكلة، هاعلّمه.
يعني ممكن طبعا مع الفرق انه الدكتور مثلا مش هعرف مش اعلمه هتعرف يبقى طبيب، تعلمه. ده حقيقي، بس قصدي بقى في الاخر برضو هيحتاج السكيلز دي برضه. بالظبط كده بالظبط كده. والسكيلز دي ما اتعلمناهاش في المدرسه. يمكن برضو دلوقتي التعليم اتغير، الله اعلم لما هقول لكم عليهم، وداليا انت ممكن تساعديني في ممكن النقطه نقول دي. لك دلوقتي اذا كانت بيعملوهم ولا لا. بالظبط. بس على ايامي لا، ما كانتش موجوده. فما بتعلمهاش في المدرسه، ما بتعلمهاش طبعا في الجامعه، واحتمال نتعلمها في الشغل او لا. البيت الحقيقه هو اللي ممكن الاهالي بقى اللي احنا بنكلمهم النهارده هم اللي فعلا ممكن يساعدوا ولادهم ان هم يبقى عندهم ال7 حاجات دي. طبعا هم اكتر من 7 دول اللي في ذهني دلوقتي. اول حاجه والحقيقه اهمهم انه يكون شخص ايجابي، شخص بوزيتيف. والفرق بين الايجابي والسلبي فرق بسيط خالص، ان واحد شايف كوبايه نصها مليان وهي نفس الكوبايه نصها فاضي، هيختار يوصفها. لو انا قلت له اوصف لي الكوبايه دي، هيقول لي نصها مليان ولا نصها فاضي. اللي هيقول لي نصها مليان ده الايجابي، واللي هيقول لي نصها فاضي ده السلبي او النيجاتيف. ومفيش تاني تعريف اكبر من كده. المشكله بقى فين؟ في البوزيتيفيتي دي او التفكير الايجابي ده، انه حد يبقى شخص ايجابي. ان السلبي مش غلطان، هو عنده حق، الكوبايه فعلا نصها فاضي، بس هو اختار انه يبص على النص الفاضي مش النص المليان. فدايما بيشوف مثلا لو الجو حلو، لا بس تراب. لو مش عارف النهارده اجازه، بس مش هنلاقي حته نروحها عشان الدنيا قافله. يعني دايما شايف في نفس الكوبايه، شايف الجزء الفاضي بس. فصعوبه الموضوع بتاع التفكير الايجابي ده ايه؟ انه السلبي ما اعرفش اقول له انت غلطان، لا هي فعلا نص الكوبايه نصها فاضي، وما اعرفش بس اجادل مش اماكن العمل بيحتاجوا احيانا الناس بيبقى دايما اللي هم الناس اللي كريتيك. أيوة. مظبوط بس دي مهاره مش طريقه تفكير. اوكي. يعني يخش المكان ده يقول لك لا ده هنا الحته دي مش عارف مالها، ده كذا ده كذا، بتبقى شغلته. اوكي، مش نفسه المايند مش سيت مش انه المايند مش في يعني فرق يعني. فرق كبير. اوكي. التاني ده بيزهقنا، عارفه انت تحسي يخش بقى اوضه يسحب الاكسجين من الجو، تلاقي انه Negative. على رأي أيوة، يعني شفناهم جدا كتير. كلنا بنعاني منهم. يعني قال لك بقى ايه اللي كويس في الدنيا، العيش ولا العيشه ولا اللي عايشينها أيوة. بيبقى مزعج جدا يعني. بتدي سولوشنز يقول لك مش هينفع، مش بالظبط هيشتغل، مش بالظبط. يعني انت بتقول له طب انت ايه عايز؟ المثل البلدي بتاعنا يعني لا منك ولا كفايه شرك، مش عايزك تقولي الحل، بس على الاقل ما توقفوش. طيب فدي مهاره او طريقه تفكير من الصغر بقى، او الاطفال يعني. ان نتعلم دايما انه لا count your blessings، شوف انت عندك ايه، ما تشوفش انت مش عندك ايه. لو عندك مشكله، طب ايه المشكله ان عندك مشكله؟ كلنا عندنا مشاكل، تعال نحلها. انا قصدي اقول ان دي بتبقى في البيت اكتر طبعا. لانها مش درس في المدرسه. درس التفكير الايجابي ده طيب خلاص عرفنا ان التفكير الايجابي حلو، لكن التمرين عليه بقى دي اول حاجه. تاني حاجه انه يكون عنده تقدير للوقت، قيمه الوقت. عندنا مشكلة كبيرة جدًا، جدًا في الشغل أو في سوق العمل. يعني لو بنتكلم بقى على إجابة سؤالِك تاني، أنا عايز أخلّي ابني أو بنتي تختار حاجة تأهّلها تبقى في سوق العمل كويسة. إيه الmajor؟ تاني الmajor مش دي القضية. إنه يبقى مُقدّر الوقت. يعني إحنا النهارده للأسف بقى عندنا بلاعة وقت اسمها social media. وطبعًا إحنا الناس بتتفرّج علينا دلوقتي في السوشيال ميديا. بس قصدي أقول إيه، حسب انت بتستخدم السوشيال ميديا في ايه، هي دي الفكره. بالضبط كده. وإنه البلاعة بتيجي فين؟ بتيجي في الحاجات اللي إحنا بنسميها urgent but not important. المشكلة فين؟ المشكلة في الحاجات not important but urgent. يعني إيه بقى؟ طب إزاي الحاجة ممكن تبقى urgent but not important؟ كلمة urgent يعني عاجلة جدًا، لازم أعملها دلوقتي. ماشي، لازم أتفرّج على الreel ده دلوقتي، أو أعمل like دلوقتي، أو أبُص على الحاجة، أو حد باعت لي حاجة فالتليفون رن فلازم أبُص عليها دلوقتي. ده الurgency، ده العجلة اللي في الموضوع. بتخبط فيّا فهي شيء متنكر في زي الimportance، في زي الأهمية، ولكن هو جواه إيه؟ هو not important. اللي مساعده الوِش اللي هو لابسه إيه؟ الurgency. فكأنه أداة التنكر هي إنه شيء عاجل، الحق التليفون بيرن. طيب رديت لقيت واحد صاحبي باعت لي comic أو meme، حقيقي not urgent. المهم ال 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 ده برضه طريقة تفكير.
ان انا ابقى كونشس او واعي جدا وقتي بيروح فين. دي تاني حاجه. تالت حاجه انه يكون دي بقى برضو سوشيال سكيل، يعني المدرسه بتعلمها اكيد بس ممكن يكون ما عليهاش يعني emphasis. ايه هي التيم بلاير؟ انه يكون بيشتغل مع ناس. والحقيقه دي برضو من الحاجات اللي انا في الموضوعات اللي بتطلب مني في الشغل ان انا اعمل فيها تريننج، موضوع التفكير الايجابي ده وموضوع التيم بلاير او تيم بيلدينج يعني او تيم ورك وات ايفر اسمها ايه. كله بيعمل تيم بيلدينج دلوقتي. التيم سبيريت، تيم ورك، تيم أيوة. بيلدينج، تيم اي اي حاجه. حاجه تيم. بالظبط. لانها مهمه. وموضوع التفكير الايجابي انا الحقيقه بعطل ليه. في موضوع البوزيتيفيتي اتكلمنا عليها خلاص، الموضوع مش سهل. انا في الاخر ممكن اقول للناس كلام حلو جدا على البوزيتيفيتي او التفكير الايجابي، وفي الاخر حتى ممكن عشان يعني انا تعبت معاه فيقول لي خلاص الكوبايه نصها مليان، مبسوط. انا انا مش مبسوط انك قلت لي كده، انا مش عايزك تقول لي كده وانت في ذهنك انها فاضيه. فده الصعوبه تاني. فبنعمل حاجه يعني عشان نوصل لانه لا يبقى مصدق، بس صعب قوي. نفس الكلام على موضوع التيم بيلدينج. ليه بقى؟ لانه كان واحد من رؤساء امريكا اظن هاري ترومان كان بيقول ايه it's amazing what you can achieve if you don't care who takes the credit. يعني سوف تدهش مما يمكن انجازه لو مش فارق معاك مين اللي هياخد السقفه، التقدير او المكافاه او كذا. دي علمها الدرس ده اسمه ايه؟ ده يعني صعب جدا جدا طريقه التفكير دي بقت اصعب تدرس دلوقتي وبقت اصعب لان دلوقتي. كومباريزن كمان على السوشيال ميديا، مظبوط. وانت عايز تبقى انت اللي واخد السبوت، الجلو. مظبوط. لانه صح. هو ده اللي بيتقاس بيه للاسف يعني، او بقى من مقاييس النجاح الكبيره دلوقتي صحيح. انك انت ظاهر ازاي على السوشيال ميديا، او عندك كام فولور انت كشخص. صحيح. والسيلف وورث بتاعك بقى يتقاس طبعا يعني اهميتك النسبيه، انت عندك كام لايك في البوست الفلاني او استراجل عندك كام. رهيب. احنا كنا مظبوط. بنتعلم ده في الليدرشيب برضو، كانت فكرة انه لازم انت لما بتبقى بتليد التيم بتاعك لازم تكون اول واحد في الفرونت لاين. لما يكونوا هم عاملين حاجة غلط انت اللي تاخد البليم، ولو هم عاملين حاجة صح انت بترجع ورا وهم اللي بيطلعوا قدام. صحيح. صحيح. فهي صحيح. نفس الفكرة. بالظبط كده. فده تالت درس، انه يبقى تيم بلاير بمعنى انه مش فارق معاه مين اللي هياخد التقدير، المهم ان التيم ينجح. رابع حاجه، ودي انا متاكد ان هم لا مش متاكد قوي بس يعني وقتنا ما كانش بيعلموها في المدارس، اللي هي ايه الاستماع، الليسننج. اما نتكلم محتاج اللي قدامي يسمع. ده اولا هي بيسك نيد للي قدامي. ثانيا انا هستفيد، يعني انا لما اسمع فانا بتلقى يعني. فلو لقيت ابني او بنتي ما بيسمعش كويس انا محتاج اقول له لا، لما يبقى في حد قدامك بيتكلم اول مهاره من مهارات الاستماع ايه؟ انك تسكت. صح. ببساطه يعني مش لازم بقى تهز دماغك وتفرق وتبرق عينيك وتقول له تمام كل الكلام ده حلو جميل، بس على الاقل اسكت، ما تقطعوش، ما تبقاش بتتكلم وهو بيتكلم الى اخره. مشكله كبيره جدا تاني برضو هنعلمها للناس، بس التمرين عليها محتاج يبقى في البيت. الاسره وهي بتتكلم نتعلم ان اللي بيتكلم ده عليه الدور فالتاني يسمعه. خامس حاجه اللي كنا بنقول عليها من شويه الريسبونسبيلتي او المسؤوليه. دي بقى عمله نادره جدا. انا مش عارف ايه اللي في اللي فات مش نادر بس دي لا وانت بجد. عايز السبعة في شخص وانا واحد. عايز 7 كلهم في ما احنا بنربي بقى، أيوة. ففرصه من الاول نجيبه صح يعني. فكره المسؤوليه دي ملاحظ حتى مش بس في الشغل، يعني يعني ما حدش عايز يشيلها خالص، ولا بنات ولا اولاد. واتصور ان ده بيبقى خطأ فادح في التربيه، انه برضو مش هيعلموك، ممكن يعلموك تحمل مسؤوليه في المدرسه، بس لو انت في البيت مامتك اللي بتشيلك الهدوم عشان تحطها في الغسيل او بتشيل وراك الاكل او الحاجات البسيطه دي، بتعلم قوي ان البني ادم مهما كانت مسؤوليته صغيره لو شالها هيتعود ان بعد كده لو كبرت المسؤوليه هيبقى هو قد المسؤوليه دي. مع المسؤوليه الناس لسه نمره 5 يعني، مع المسؤوليه دي فكره ان هو يبقى انتي اكسكيوزز يعني
عارفه اللي هو ما ضد يقبلش اعذار، ايوه الاعذار ما يقبلش اعذار. بيقولوا كده برضو، بس مش فاكر مين اللي قال كده، بيقول those who are good at excuses are normally not good at anything else. بيبقى شاطر قوي في انه يقول لي اصل انا اتاخرت ليه النهارده، المواصلات كانت زحمه، امي عيانه وطبعا تاني هو شاطر قوي في الاكسكيوز، فانت مش هترد عليه تقول له ايه، ما انا امي عيانه هعمل ايه. ف مش بتكلم على الاستثناءات، لكن لما يبقى القاعده ان انت طول الوقت بتعرف تقول اعذار تتنصل بيها من المسؤوليه، دي الكارثه. عايزه اقول لك ان دي من اصعب الحاجات اللي انا بوجهها يعني في البيرنتنج، امم في التربيه في العموم، ان انا بس ان انا اعلم بنتي يعني ايه تاخد مسؤوليه. الاطفال هايلين في الحته دي. في التهرب. لا انا ما أيوة. عملتش، انا مش عملت كده عشان مش عارفه مين صحيح. قال لي دايما ما فيش صحيح. حته دي. عندهم صحيح. مش صحيح. انا أنا مش اللي انا والله. عملتها. صحيح. وسبحان الله هي ما حدش بقى بيعلم، يعني دي بالفطره بقى، يعني فكره التهرب من المسؤوليه دي غالبا هي الاصل ومش انا. ايوه والعكس هو اللي محتاج مجهود بقى. 6 محتاج يبقى بيسموها persistent، يعني ايه مش كويتر، مش اللي هو انا فشلت في دي فاسيبها مثابرة. مثابره بالظبط، ان انا افضل ورا الحاجه لغايه ما تخلص. الديسيبلين او الانضباط سمة مشتركة بين كل الناس الناجحين. كان ستيفن كوفي بقى هو اللي كان بيقول كده، انه ان الناجحون عندهم عادة انه يعملوا حاجات الفاشلين ما بيحبوش يعملوها، والناجحين دول مش شرط يكونوا بيحبوا يعملوها، هم كمان ما بيحبوش يعملوها، بس هم سخروا يعني الويل او الديسيبلين او الانضباط او الالتزام انه يخليهم يعملوا حاجات هم ما بيحبوش يعملوها. فانك تعمل حاجه انت ما بتحبش تعملها، يعني اعتقد انه افضل الاعمال ما اكرهت عليه نفسك، لان نفسك بتحب الكسل وبتحب انها ما تعملش وكذا. فلو لو حسيت بحاجه انك مش عايز تعملها، بس انت الرياضه مثلا ابسط حاجه مش قادر تلعب، بس لو قمت ولعبت النتيجه بتبقى احسن بكتير. البرزيستنس او المثابره والديسيبلين والانضباط والالتزام دي برضو سمه مهمه جدا محتاجها. اخر حاجه النقطه 7 يعني انه يكون قابل للتعلم طول الوقت، يعني العلم ملوش سقف، فدايما يبقى عنده احساس انه لا انا ما خلصتش، انا لسه محتاج اتعلم. طبعا دي جواها حاجات كتير قوي، انما خلينا نقول العنوان الكبير learnable، او دايما عنده شغف، عنده فضول، عنده حرص انه يسمع من الناس تقول له فيدباك، انت كنت كويس في كذا او انت مش كويس في كذا. دي مش عارف اسميها مهاره ولا اسميها سمه ولا اسميها اتيتيود، وات ايفر ده اسمه ايه. الفكره ان انا ابقى ليرنبل دي يعني مش ملهاش سقف حقيقي. دي طول ما انت عندك الاحساس ده فانت هتنجح. عايز بس اختم بقى الاجابه الطويله قوي بتاعت السؤال ده، انه انا عشان انجح في شغلي، ودي ملاحظه انا لاحظتها مش من كتب بقى ولا من دراسات، وانتوا ابقوا خلي بالكم يعني من الدايره اللي حواليكم كده. الشخص الناجح هتلاقيه عنده حاجتين: اي كيو، والاي كيو ده اللي هو الذكاء. الذكاء بقى ده تعريفه صعب قوي، يعني هل هي النباهه، هل هي سرعه التعلم، هل هي الشورت ميموري او الذاكره القصيره اللي بيعرف يفتكر كل حاجه الى اخره. فيها يعني ممكن تتفك في حلقه لوحدها. والحاجه الثانيه النقطه النمره 6 دي اللي هي البرزيستنس، ان هو عنده ديسيبلين انه يشتغل هارد ورك. مش بقى يعني ممكن يبقى في حاجات تانية كتير، انه يبقى كرييتيف مثلا، انه يبقى تيم بلاير وليسنر وكل الكلام اللي قلناه اللي فات ده كله، بس الحاجتين دول موجودين في اي حد بينجح في شغل: اي كيو وبرزيستنس. لو عرفنا نعلم اولادنا الحاجات دي، ال7 حاجات دول. طبعا الاي كيو ده ما بيقولوا ان بيدرس لا مش بيدرس، بس أمال إيه؟ بيقولوا ان هو بيتغير. زمان كانوا بيقولوا ان الاي كيو فيكست ودي حاجه انت مولود بيها وما بتتغيرش، بس ابتدوا دلوقتي يقولوا انه لا، انت ممكن لو فضلت تتعلم نفسك وتغير من طريقه تفكيرك الاي كيو ممكن ده فيري جود نيوز. لو آه. حد من ضيوفكم هنا عنده تخصص في الحته دي، لان ما اعرفش فيها قوي صراحه،
يعني ما باعلّمش حد IQ، حتى ما بيجيليش حد بيقول لي حقيقي حتى في شغلنا ما حدش بييجي يقول لي عايزين كورس IQ، مش موجود ده يعني عندي أنا يعني. فلو حد فعلًا عنده هذا التخصص يا ريت، لإنها فعلًا معاناة بقى لو مش موجودة. وحرام معلش بقى أقول نقطة مهمة أوي هنا، اللي مش عنده ما ما فيش حل أنا أعرفه، يعني مش curable. هنعمل إيه في واحد فهمه بطيء أو على قدّه؟ مهما تعنِّفه مثلًا أو بالعكس هو بيصعب عليك، لإن هو في الحقيقة مش قادر، هو فعلًا قدراته الذهنية مش عالية. فلو في حاجة فعلًا كده يبقى فعلًا خبر عظيم جدًا إن إحنا نقدر نغيّر أو نحسّن من الIQ. إيه أهمية بقى إن أنا عارفة إن زمان أيام دافنشي وكده كانوا ال الناس بيتعلّموا من خلال mentor، يعني حتى التعليم كان أكتر حد بيروح يدرس مع حد فترة طويلة عشان يعلمه. صحيح. فهل مهم إن في وقت الجامعة، طبعًا ده ما بقاش موجود دلوقتي، إن بقى في مدارس وجامعات وsystems وtrainings وحاجات كده، فهل مهم إن الناس تلجأ لmentor أو إن الولاد وهُم في الجامعة أو في المدرسة يلجأوا لmentor يساعدهم في حاجة؟ مهم جدًا، مش بس مهم. عملوا برضه دراسة كده على leaders، على قادة مشهورين، إزاي بقوا leaders. فكان من ضمن الحاجات إن هم عندهم طبعًا استعداد، يعني موهبة، بس تاني حاجة شافوا leadership in action. يعني كان عندهم mentors بيعلّموهم إزاي يبقوا قادة. وبالتالي هي حاجة هي طبعًا براية، يعني مش أنا اللي ممكن أجتهد فيها، بس هي بتدّيني منظور مختلف عن اللي أنا اتعلّمته، ومختلف عن اللي شُفته في البيت، ومختلف عن اللي اتعلّمته في المدرسة. هو الmentor ده أصله طبيعته أو يعني علاقته مع هنسميه الصبي بقى، مع الصبي بتاعه إن هو يكون أولًا علاقة قائمة على الحُب. مش ممكن، يعني مش هتتعلّم أوي من حد أنت ما بتحبّوش. فالحُب ده يعني أنا باأتنس بإنه موجود معايا وبيوحشني لمّا يبقى مش موجود، عايزه يبقى موجود في حياتي يعني. فده العاطفة يعني. الحاجة التانية إنه يكون عنده اللي مش عندي بقى، يعني عنده خبرة، عنده علم، عنده حكمة، وأنا محتاج آخُدها منه. وجود الmentor في حياة الطفل مهم جدًا. أنا شخصيًا mentor لطفل كده في العيلة عندنا، هو مش ابني، يعني هو قريبنا. فهو ممكن هنا الأب والأم يعني لو هُم عندهم مشكلة شوية يقلقوا أو يغيروا أو يتضايقوا إن في حد الطفل بيلجأ له غيرهم. براهم غيرهم. بس ده صحّي جدًا، إن هو محتاج يشوف حاجة براهم، برّا اللي هو متعوّد عليه، برّا اللي هُم يعرفوه، علشان يوسّع أفقه شوية ومداركه شوية، ويبقى في حتى social skill مختلفة إنه يتعامل مع mentor بشكل بقى آآ فيه احترام، وفيه مَوَدّة وفيه حُب، وفيه كمان نظرة آآ يعني فوقية شوية. أنا عارف إن هو عنده اللي مش عندي، فأنا محتاج آخُد منّه. وفي نفس الوقت الmentor محتاج يبقى فاهم إن الطفل ده أو اللي أنا باعمل له الmentorship هو له صوت برضه، أنا محتاج أسمعه وآخُد رأيه أو أشوف هو بيفكّر إزاي عشان أضيف له من اللي عندي. إجابة السؤال ده يا ريت جدًا، بس زي ما أنتِ بدأتِ السؤال، هو صعب أوي، صعب أوي، أوي يعني. مش موجود كتير وما حدّش مهتم بيه، إن يبقى في mentor أو موجّه أو مُعلِّم أو مُدرِّس أو أيًا كان. أصل هو ممكن يبقى وظيفته أي حاجة، يعني ممكن يبقى مُدرِّس المدرسة، وممكن يبقى الشيخ في الجامع أو القسيس في الكنيسة، ممكن يبقى أي حد. بس للأسف الفكرة دي نفسها، الملف ده كلّه على بعضه كده مش ما حدش مهتم بيه خالص. غالبًا برضه لإنه تاني هو الmentor الوظيفة الأساسية بتاعته أو الهدف منّه هو العلم والحكمة. العلم والحكمة دي برضه بقت at your قليلة. fingertip. طبعًا، صحيح، صحيح، بقت قليلة، بقى في misinformation أو disinformation كتير، بس بقت كتير أوي صح زي ما أنت بتقول it's available في كل حاجة. جدًا. فأنا ليه عايز ليه ChatGPT. بالذات بقى بعد شكرًا جدًا، لسه كنت هاقول بالذات بعد الAI. أنا أسأله أي حاجة فيجاوب. طب أنا ليه بقى أقوم وأروح وآجي
وكده. انا الاي اي ده ما اعرفش مودينا فين طبعا، كلنا بس لسه بنكتشف. بس يس ترو انه هو بقى بديل للانسان اللي انا بساله وبروح له. مش مقتنع قوي لسه طبعا، عشان بس ما افرضش صدري قوي. ممكن بكره الصبح الاقي الروبوت بقى منتور وعادي جدا والدنيا شغاله، بس لغايه الان يعني انا بشوف انه في جانب انساني الاي اي او الشات جي بي تي او مش غيره هيوصل في ينفعش. ما ينفعش بالظبط. هو مش شايفني، مش حاسس بيا، مش شايف الايموشنز بتاعتي. الايموشنز بتتشاف مش بتتقال. ما احنا بقى اللي والتعليم هنقلب حاجه روبوتس كلنا. ايموشنال جدا كمان. صحيح التعليم حاجه صحيح ايموشنال جدا. طب yes. عايزه ارجع تاني للسيفن سكيلز او اللي هم أيوة. السبع حاجات اللي انت كنت بتقولهم، بما انهم لو برضه هرد على سؤال اللي هي هل ده موجود في المدارس ولا لا. مم. في مدارس كتير دلوقتي بتحاول تعمل كده، بس انت في كلامك دايما لما بترجع للبيت انه الموضوع لازم يطلع من البيت، لانه لو موجود في المدرسه ومش موجود في البيت بالظبط في الاغلب مش هيدوم. بالظبط. ف لو انا مثلا كأم دلوقتي، انا زمان ما كانش فيه الوعي الكافي ده، فمتربناش على الحاجات دي قوي. فازاي انا دلوقتي اقدر ان انا يبقى عندي جزء من السكيلز دي اللي حتى لو هعلمها لولادي، ما هو برضو في السن الصغير انا بعلم هما بيشوفوا انا ببقى عامله ازاي. صح. لو انا مش عندي، ازاي انا اقدر اطور من نفسي دلوقتي؟ ولا اتس تو ليت؟ ولا لا طبعا مش نعرف توليد. نطمن. وبدليل المشروع اللي انتوا بتعملوه ده عظيم، ان احنا بنحاول نلحق اللي ما اتلحقش وهو في ميعاده المفروض ياخد فيه الحاجات دي. وانتي بتسالي السؤال جه في ذهني مقوله انا يعني شاكك في صحتها قوي، ممكن نتناقش فيها يعني. ان فاقد الشيء لا يعطي. اتقالت يعني 60 مرة في أي حتة، صح؟ أنا مش متأكد إنه فاقد الشيء لا يعطي. انا معاك. صح؟ فاقد الشيء قد يعطيه جدا. هو أظن بتتقال التو سايدز، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء ساعات بيعطيه احسن بكتير بزيادة. عشان كان فقده. ايوه مثلا يعني مثلا ساعات بتديه قوي عشان انت كنت ما محروم خدتوش منه، وانت وساعات صغير. ما بتديهوش خالص لانك يعني. بس لو هو الجمله دي عن العلم، فهو طبعا مش هيعرف يعطيه. لو هو فاقد العلم ده مش هيعرف يعطيه لحد ما ياخد هو العلم ده. صح. لكن لو هو مثلا حنان، يعني عارفه اللي هي احاسيس معينه او حاجه دي ممكن لكن تهيألي بس العلم حتى في السكيلز وفاليوز كمان او سكيلز. يعني طبعا العلم اكيد مش عارف اعلمك حاجه انا ما اعرفهاش اصلا. انما حتى القيم، يعني الامانه مثلا، او الاخلاق بشكل عام بقى. صح. المسؤوليه. أيوة. كذا. انا ممكن ابقى ما عنديش ده، يعني ممكن في حرامي ممكن يعلم ابنه ما يسرقش. ايه المشكله يعني؟ مش متاكد ان فاقد الشيء لا يعطي. برضه مش عايز اجزم لانها اتقالت كتير قوي لدرجه انها بقت يعني سات ونستون يعني. انما اي تشالنج، يعني اعتقد ان فاقد الشيء قد يعطيه. فبالتالي الام اللي ممكن تبقى مواعيدها بايظه تعلم ابنها ان مواعيده تبقى مظبوطه، او انها بتضيع وقتها في حاجات مثلا في ايا كان سوشيال ميديا او غيره، ما عندهاش تقدير للوقت يعني. بس هي شايفه او سمعت مننا ان احنا محتاجين الطفل يكون مقدر للوقت، ممكن تعلمه جدا. بس انا معاكي برضو في حاجه، ان seeing is believing. هو يعني انا حالا دلوقتي ممكن افتكس بقى مقوله كده، انه you teach what you know بس you reproduce what you are. يعني لو انا عايز ابني يطلع واخد مني، هو لازم فعلا هيشوفني انا، لانه actions speak louder than words اكيد. وهو بيشوف غير لو هو بيسمع او بيتلقى. بس ما لا يدرك كله لا يترك كله، صح؟ فانا ممكن اتيتش وات اي نو. اتليست انا عارف انه ابني او بنتي محتاج واحده من السبع سكيلز دول، على قد ما ربنا هيقدرني اعلمها له باي شكل كان بقى. طب هل ممكن مثلا الام اللي هي بتتاخر دي، ما هي ممكن برضو عشان تحاول تساعد ولادها تبتدي تشتغل على نفسها ان هي ما تاخرش، او على الاقل تداري لحد ما تتعلم؟ كنت لسه اقول لك كده. يعني طبعا يا ريت تعرف تبقى تظبط هي مواعيدها او تقدر وقتها، فوقتها ما يضيعش. لان الحاجات دي الحقيقه السبع حاجات اللي قلناهم دول مش احنا كلنا محتاجينهم في اي حته، مش بس في الشغل. يعني انا قلت عليهم في الشغل لان هم بيفرقوا. حد السي في بتاعته كويسه، والتاني واحد السي في بتاعته كويسه برضو،
بس التاني عنده واحده او اكتر من ال7 حاجات احسن من التاني، بس احنا محتاجينها في اي حته. فيا اما تعمل كده فعلا، تحاول تطور من هذه المهارات، ولغايه ما ده يحصل لو هي مثلا بتاكل اكل مش هيلثي بس عايزه ابنها ياكل اكل هيلثي، مش لازم تاكل قدامه اكل مش هيلثي. لانه فعلا فكره انه يشوف فيعمل او يشوف ما يعملش هتعمل له مشكله كبيره جدا. طيب كنت عايزة أسألك على حاجة كنا بنتكلم عليها في أول الحلقة. أنا كنت قريت في كتاب Outlier بتاع مالكوم جلادويل إن هو كان بيقول إن أي مهارة أو أي talent مفروض إن إحنا لو اشتغلنا عليها 10,000 مرة، ده كان الرقم اللي هو بيقوله يعني، إن إحنا هنبقى موهوبين فيها. فهل هي دي نفس الحاجة في الtalent ولا دي حاجة تانية؟ اعتقد انه كان قصده هنبقى هنعرف نكتسب المهاره، بس هي مش تبقى موهبه. بس كلمه موهبه بالتعريف يعني ايه؟ موهبه من الهبه، جفت يعني، بالظبط، هي هديه، هي حاجه ربنا ادهاني. فأنت مش من مشجعين الفكرة دي، أنت لأ حاسس إن جدًا، هي مشجّعها جدًا. أوكي. أنا مثلًا لمّا أنا كنت قُلت لكم إن أنا باعزف موسيقى، لأ مقتنع جدًا إن أنا محتاج 4 ساعات، 5 ساعات في اليوم تمرين، كل يوم في ال7 أيام عشان أبقى كويس أو أتحسّن. لأ مقتنع جدًا بال10,000 ساعة دول، بس هي مش هتبقى موهبة. يعني مش إن عشان عملتها كتير هتبقى موهبة، هي هتفضل اكتسبت المهارة. خلّيني أقول لِك بقى العلاقة بين المهارة والموهبة بس دي فكّرتني بقصة fictional يعني، بين حوار كده بين جمل صغير جمّول ومامته الجملاية الكبيرة بيقول لها: "مامي أنا ممكن أسألِك سؤال؟" قالت له: "اتفضل." قال لها: "إحنا ليه عندنا السنام اللي فوق ضهرنا ده تقيل، ما فيش حيوان غيري عنده اتضايق." فقالت له: "عشان إحنا في الصحرا بنقعد وقت طويل من غير أكل ومَيّة، فده بيساعدنا نقعد وقت أطول من غير ما نضطر ناكل أو نشرب." قال لها: "كويس، ممكن سؤال تاني؟" قالت له: "اتفضل." قال لها: "ليه عندنا رجلين طويلة أوي ومبططة من تحت، مش بامشي بيها بسهولة يعني." فقالت له: "عشان في الصحرا في نوعيات أراضي مختلفة، ممكن رملة، ممكن زلط، ممكن بتاع، فالشكل ده بتاع الرجلين بيخلّينا نمشي في الصحرا بشكل أسهل." فقال لها: "طب ممكن سؤال أخير؟" قالت له: "اتفضل." قال لها: "ليه عندنا رموش طويلة أوي بتخيلني مش باشوف كويس؟" فقالت له: "عشان في الصحرا بيبقى في أوقات عواصف وتراب ورمل وكده، فالرموش الطويلة دي بتخلّينا نشوف بشكل أوضح." قال لها: "أوكي، يعني إحنا عندنا السنام ده عشان نقعد في الصحرا وقت أطول، وعشان رجلينا طويلة نعرف نمشي في الصحرا بشكل أسهل، وعشان عندنا الرموش الطويلة دي بنعرف نشوف في الصحرا بشكل أوضح. إحنا بنعمل إيه في جنينة الحيوانات؟" أيوه. فطبعًا هي مواهب. أنا الجمل ما اختارش الequipment دي، لو خلّينا نقولها كده، الأدوات دي مش هو اللي اختارها، هي أُهديت ليه عشان طبيعة الصحرا أو البيئة اللي هو بيعيش فيها. فهو سابها، أو مش هو يعني، وقعد في قفص. فإحنا ممكن برضه نبقى نسأل نفس السؤال، أنا عندي إيه ربنا ادّاهوني وسِبته ورُحت قعدت في قفص، تمام؟ دي الموهبة. المهارة تيجي ب10,000 وممكن أقل. لو حد بقى موهوب في حاجة عايز يتمرّن عليها، مش هيحتاج 10,000، ممكن يحتاج 5,000 بس أو حتى 1000 بس. فالمهارة علاقتها إيه بالموهبة؟ إنها لو موجودة هاكتسب المهارة بشكل أسرع وفي وقت أقل أو بمجهود أقل. بس لكن مش هتبقى موهبة في الآخر، يعني أنا هابقى باتمرّن على حاجة مش عندي عشان تبقى عندي. اللي عنده بقى هتلاقيه ما بيتمرّنش عليها أصلًا، أو بيتمرّن عليها أبسط بكتير وبييجي له. طيب وليد، لو هنلخص كل الكلام التحفة ده يعني في 3 نصايح تحب تنصح بيهم الأهالي دلوقتي إن هم يبتدوا بيهم كfirst step يعني؟ هاحب أقول للأهالي إن إحنا محتاجين ندلّع ولادنا، إنه الأطفال في سِن معيّن بيحتاجوا ده جدًا يعني، ولو اتحرم من التدليل ده بيطلع برضه مش سوي. لغاية ما الدلع ده يخلّينا نفرّط في تحمُّله للمسؤولية. فالدلع مع تحمُّل المسؤولية، اضبطها أنت بقى، يعني good حقيقي luck. يعني ال فعلًا good أيوه. luck، بس هو فعلًا كده. يعني لو طفل طلع محروم من إنه زي أي طفل تاني محتاج ما حدش يقول له لأ، يلعب بيلعب مثلًا، طفل بيلعب، لازم يلعب، بس لازم يبقى فاهم إن إيه، في مسؤولية، إن هو لو كسر حاجة يعتذر مثلًا، أو لو عمل حاجة غلط يقول أنا عملت حاجة غلط إلى آخره. فدي أول نصيحة.
تدليل بس لغاية ما يخبط في المسؤولية. وتاني حاجة إنه يبقى فكرة إنه أنا محتاج أشجّعه جدًا، بس التشجيع أحيانًا برضه لغاية ما يخبط في الغرور. يعني يبقى شايف إنه أحسن واحد في الدنيا، أنا طول الوقت باشجّعه وبانفخ فيه وباسقّف له، ف لغاية ما يتغَر أو يحس إن هو ما فيش أحسن من كده، نُقف. فيبقى تشجيعه مع المحافظة على التواضع. و التوازن في كل حاجة بقى، يعني طول الوقت أنا مش يعني هو الحاجتين اللي فاتوا دول النصيحة التالتة عشان تشتغل، عشان الاتنين التانيين يشتغلوا، هو إن يبقى دايمًا عندي balance أو توازن بين ال2 extremes، إن هو يبقى متدلّع أوي فما يبقاش متحمّل مسؤولية، وإنه أنا طول الوقت باعنّفه، أنا محتاج أقوّمه بس مش أعنّفه. طيب، فالتقويم لو وصل للتعنيف أنا برضه مش عايزه، أنا عايزه يُقوّم بس مع الشفقة، يعني أفضل أبقى مُشفِق عليه. فأنا دايمًا هتلاقي كده كان أظن كان أفلاطون أو واحد من الفلاسفة الكبار أوي دول، سقراط أو أفلاطون، كان بيقول إنه الفضيلة هي وسط بين رذيلتين. فدايمًا أنا عايز أعلّم ابني الشجاعة الناحية اليمين التهور، والناحية الشمال الجُبن. أنا عايزه شجاع، مش عايزه متهور ومش عايزه جبان. فأنا طول الوقت محتاج أحافظ على التوازن دوّة. دي الحقيقة الحاجة اللي في بالي دلوقتي أحتاج أنصح الأهالي فيها، لإن برضه اليومين دول التطرُّف الextremes سواء في الدلع أوي أو في التعنيف أوي، وبرضه أعتقد مش عارف السوشيال ميديا مش عايزة تسيبنا في حالنا. السوشيال ميديا بسبب إنها ميديا زي أي ميديا، يعني في الآخر أنا محتاج الخبر يتقري، صح؟ فكانوا في الجامعة زمان يقولوا لنا إيه، كلب عض بني آدم ده مش خبر، بني آدم عض كلب ده خبر. هات بقى الخبر ده حطه عشان يتقري ويتسمع وننشر. نفس الكلام لغاية النهارده هتلاقي في السوشيال ميديا اكستريم اللي كنت باتكلم عليه بقى، اكستريم من الاتنين، يا إما حاجة supernatural positive، حاجة مثلًا واحد طلع الإيفرست ونزل 3 مرات في يوم واحد، فطبعًا تحس إن أنت مش قادر تقوم أصلًا من السرير وهو طلع فييجي لك إيه، إحباط. أو الإكستريم التاني بقى، مش عارف الأم اللي قتلت ولادها وانتحرت بعد ما موّتت جوزها، فتلاقي الدنيا ضلمة. يا إما أنت مُحبَط من الpositivity الزيادة، يا إما أنت مُكتئب من الnegativity الزيادة، لإن هو اللي في النُص ده مش خبر. طيب، فبقينا دايمًا بين الحاجتين دول، التطرُّف سواء إيجابي أو سلبي، ويجيب لنا يا إما إحباط يا إما اكتئاب، وخلاص بقت الدنيا كده. what is wrong إن إحنا نبقى في النُص. الaverage مش وِحِش خالص، عادي جدًا. actually هو الnormal distribution إن أنت عندك 80% chance إنك تبقى average، فالاستثناء هو إن أنت تبقى في الextremes. فالتوازن هو ده النصيحة اللي أحب أنصح بيها يعني. إحنا آخر سؤال عندنا عادة بنسأل الguest بتاعنا، إيه الحاجة اللي أنت كان نِفْسك أهلك يعملوها معاك وما عملوهاش، وإيه الحاجة اللي أنت ممتن إن هم عملوها لك وفضلت معاك لحد دلوقتي؟ ده سؤال جميل أوي. ودايمًا بافكّر فيه الحقيقة، فإجابتي جاهزة. هابدأ بالحاجة اللي كان نِفْسي يعملوها معايا وما عملوهاش. وطبعًا ده مش معناه إن أنا باشتكي منهم، يعني كتّر خيرهم جدًا، جدًا، عملوا اللي عليهم وأكتر. بس هي حاجة برضه مشهورة إنها ما بياخدوش بالهم منها يعني. هي فكرة إن أنا كنت عندي شغف بالموسيقى من وأنا صغير، من وأنا في حضانة يعني، باقعد على أي حاجة أقعد أعمل عليها، أطلّع عليها صوت يعني. فكان واضح، مش واضح الموهبة، واضح الشغف، واضح إن أنا حابب أوي فكرة وكانوا بيشتكوا منّي أنت طول الوقت قاعد بتعمل دوشة. ف ف فكان نِفْسي جدًا اللي كانوا يعملوه ما عملوهوش، إن هم يشجعوني أكتر على الموسيقى، وإن أنا أتعلّمها، وإن هم يجيبوا لي آلة في البيت، وده طبعًا كان مستحيل، لإن أنا كنت باعمل دوشة وأنا بالعب على العفش بتاع البيت. لو جابوا لي بقى آلة غالبًا هيسيبوا البيت ويمشوا. فما كانش ده حاصل. فدي الحاجة اللي كان نِفْسي يعملوها لي وما عملوهاش. الحاجة اللي مُمتن ليهم جدًا إن هم علّموهاني،
بالذات والدي الله يرحمه، هي فكرة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، المسؤولية. كان هو مركّز فيها جدًا الحقيقة جدًا، وأنا ليّا أخ واحد، أنا وأخويا هو كان عايز رجالة، فإحنا هنطلّع. وبالمناسبة حتى لو بنات محتاجين برضه يشيلوا المسؤولية اللي عليهم، ف بس أنا ده كان الحالة اللي عندي يعني. فأنا ممتن جدًا الحقيقة لإنه زرع فينا فكرة تحمُّل المسؤولية من زمان جدًا. بس. Thank you وليد. this was بجد pleasure. كانت very informative وحاجة يعني ممكن أزوّد برضه على ال7 حاجات اللي أنت قُلتهم. أعتقد إن القراية حاجة مهمة جدًا، لإن واضح إن أنت مثقّف جدًا وبتقرا عفوًا. كتير. ف ما شاء فدي حاجة الله. أعتقد مفيدة في الحياة عمومًا صحيح، ما دي يعني. النمرة 7 learnable بقى. learnable دي جزء زي أنت صح، أنت قُلت learnable آه، تحتيها حاجات كتيرة جدًا صحيح. منها القراية. طبعًا، yes طبعًا، it's a طبعًا. pleasure بجد. thank you جدًا. أنا same طول here. ما أنا قاعدة شكرًا يا وليد. وباسمع كلامك فعلًا باقول يا رب الناس كلها أو الأهالي تسمع الكلام ده، لإنه بجد حقيقي، مهم حقيقي. أنا يعني. أنا 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 سعيد جدًا بالمشروع بتاعكم جدًا، لإنه بتاخدوا جوانب مختلفة كتير على موضوع التربية، لإن هو فعلًا موضوع صعب أوي، فربنا يعينكم على إن يوصل فعلًا اللي أنتم بتقولوه للناس. الزاوية اللي إحنا بنتكلم منها برضه مظلومة أوي، فكرة أنا ابني أو بنتي أعمل إيه عشان أنمّي موهبته، علشان أخلّيه يطلع مبسوط أو راضي باللي عنده. لإن تاني هارجع للسوشيال ميديا إنها بتخلّيه دايمًا بيبُص على اللي مش عنده، شُفت فلان بيعمل إيه زي ما كنا بنتكلم من شوية يعني. فإن شاء الله المجهود يجيب نتيجة يا بإذن رب الله. إن شاء شكرًا الله. جدًا. شكرًا Thank you جدًا. وليد. شكرًا جدًا لكل اللي سمعونا النهارده، واستنونا في موسم جديد من نست بودكاست.